ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ده بارت 3 من سناك صحي سهل وسريع من الفاكهة. احنا بنستخدم الفاكهة، بنحط لها شوية اضافات كده من الشوكليت، بتطلع طعمها خطير. صحية، سناك سهل وسريع وبسيط، وبناكل الفاكهة كمان بطعم مختلف. كمان بيبقى شكلها بيفتح النفس كده، وطعمها كمان بيطلع خطير. عملنا قبل كده سناك بالتفاح، وعملنا البرتقال. النهاردة طبعا هنعمل فاكهة الموسم وهي الفراولة والموز. هنعملهم بطريقة خطيرة، شكلها رهيب، وكمان طعمها بجد خطير. واحلى حاجة ان في السناك ده طبعا بدون سكر، بنعتمد على السكر الطبيعي اللي في الفاكهة. وكل الشوكولات اللي احنا مستخدمينها فهي شوكولات دارك صحية 100% بدون اي اضافات سكر. عندي موز بقى، هنكون جايبين موز يكون مش مستوي، يكون الموز كده حالته جيدة. هنقسمه بالنص زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ بقى نكون مدوبين شوكليت دارك متدوبة في حمام مائي مع معلقتين كبار من زيت جوز الهند. بعد كده ببدأ بقى اغرق الموز بتاعي كده بالشوكليت زي ما انتوا شايفين. بصفيه كويس قوي واحطه على ورق زبدة وارفعه في التلاجة كده بس 5 دقايق. بعد كده بنكون عندنا الفراولة، بنكون غسلينها ومجففينها كويس قوي من اي مية، وبنمسكها كده من العود الاخضر بتاعها، ونبدأ برضو نغرقها في الشوكليت كويس قوي، وبرضو نرفعها على ورق زبدة ونحطها برضو في التلاجة كده بس لمدة 5 دقايق، لغاية ما الطبقة اللي احنا حطيناها دي كلها تنشف على الفاكهة تماما. بعد كده بقى بنطلعهم بقى من التلاجة بعد ما بنشوفوا تماما، ونبدأ بقى نزينهم بالطريقة اللي تعجبكم. وطبعا بقى انتوا مبدعين اكتر مني وتعملوا اشكال اكيد اكتر واحلى وارق والذ طبعا. انا زينتهم بالوايت شوكليت والبينك شوكليت، برضو دول شوكولاتة بدون سكر. وضفت لهم بقى مكسرات، جوز هند، زي ما انتوا عايزين. كمان ممكن وهي بالشوكليت الدارك قبل ما تنشف كده نحط عليها على طول مكسرات، تطلع برضو خطيرة. طعمها يا جماعة بيطلع رهيب. كمان السكر اللي في الفاكهة مع الشوكليت عامل كده معادلة حلوة قوي، طعمها بيطلع خطير مع فنجان قهوة. شكلها بجد خطير، فكرة حلوة قوي. جربوها هتستمتعوا جدا بالسناك ده. محدش يصدق ان دول فراولة وموز، شكلهم خطير. وزي ما قلت لكم انتوا بقى تقدروا طبعا تفننوا اكتر مني. كمان بقى بصوا، احنا بنيجي نقسم بقى الفاكهة بتاعتنا، بتتقطم معانا كده بمنتهى السهولة. الشوكولاتة مش بتتكسر، المكسرات مش بتقع، كل حاجة ثابتة زي ما انتوا شايفين كده. ودي من ألذ الحاجات. كمان الفراولة نفس القصة، بصوا مش الشوكولاتة مش بتقع او بتتشال من على الفراولة بسهولة، بالعكس طعمها بيطلع خطير، بتستمتعوا بيها لاخر حبة انتوا بتاكلوها. اتمنى تشتركوا في القناة لو الوصفة عجبتكم، اتمنى تعملوا لايك للوصفة لو عجبتكم.